السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. يرضي مين اللي حصل للبنت اللي خدها خطيبها وعزمها واتجتلت؟ يرضي مين؟ قلنا نحافظ على الأصول، ما عجبش. قلنا نرجع للدين، ما عجبش. مع انهم ناس بلدي زينا، ناس عادية خالص، لا هم فوق خالص ولا تحت، ناس عادية خالص. يعني ناس عارفة الأصول، ناس ولاد بلد. من امتى؟ معلش، ايوه انا دخلت في الموضوع على طول. ايوه معلش دخلت. اصلا حاجه تحرج الدم. معلش، ايه يعني بنت اخته ولا بنت اخوه بتحبه وغيران عليه فجتلت البنت؟ يعني بيهزروا دول ولا بيضحكوا ولا بيتكلموا جد ولا هي جنس ملتهم ايه يعني؟ زائد انا مش زعلانه من اللي عمل كده. انا مش زعلانه من اللي عمل كده. ايوه مش زعلانه من اللي عمل كده. ما هو نتيجه اي حاجه غلط هيحصل اوسخ من كده. نتيجة أي حاجة تخالف شرع ربنا. شرع ربنا، مش هقول تقاليد وأصول، شرع ربنا. هنشرب، والله هنشرب. ودينا بنشرب الحمد لله. ايه رأيكم في الشرب اللي انتوا بتشربوه؟ من امتى؟ يقال ان العريس عزمه، هم عزموا العريس وامه ومش عارفه ومين، فحبت. هم عزموا العريس، ايوه هم اللي عزموا، وبعد كده حب العريس يرد الواجب. يرد الواجب. حاضر، وماله ارد الواجب، وماله الاصول مش وحشه. اروح افطر واعمل الواجب مع بنتي، مفيش مشكله. بس اروح البيت. لو في الفجر، يا اب يا محترم، يا اللي قلت لهم خليكوا عندكم طالما اتاخرتوا وبيتوا. يا اب يا محترم، يا اللي قلت لهم خليكوا عندكم بيتوا عشان الجو متاخر دلوقتي. جنس ملتكوا ايه؟ من امتى الواحده وهي مخطوبه بتبيت عند خطيبها؟ من امتى؟ ما بنقول عيب ما بيعجبش، بنقول حرام ما بيعجبش. طب نقول ايه طيب؟ يبقى اللي حصل ده طبيعي. اللي حصل انا ما اعرفش ايه النتيجه وايه الظروف اللي ورا ده كله، وان يعملوا في البنت كده ليه الله اعلم. لكن نتيجه للغلط هيحصل اوسخ من كده. هيحصل اوسخ من كده. حضرتك بنتك مخطوبه وتعزمت عند بيت اهل خطيب بنتك، حط بنتك في عينيكي، حط بنتك قدام عينيكي. ما تغيبش يا شيخه، ما ماتتش، خلينا ما ماتتش. وربنا يصبر قلبك وقلب اهلك كلهم. يصبر قلب يعني اللي ماتت دي، يصبر قلب اهلها. خلينا ما ماتتش. افرض خطيبها عمل معاها الغلط، لا، هتقولي لي يا ريت بس ما كانتش ماتت. لا، موتها ارحم. الله ينعن ابو اللي ساب الاصول على ابو اللي ساب شرع ربنا. الله يلعن ابو اللي قالك الحريه وقله الادب والحاجات الماسخه اللي طلعتوا لنا فيها. طب ما انا عندي بنت واتخطبت وعزمنا واتعزمنا. بنتي ما سابتش الكرسي اللي قاعده عليه، خطيبها قاعد معاه، اعطيت ظهر شويه وانا بتكلم مع الناس عشان هما يتكلموا مع بعض، لكن ما سيبهالوش. واخدين بالكم؟ ما سيبهالوش. يا طنط نتمشى انا وهي شويه طيب هنا؟ لا، ما ينفعش. مش هقول لكم قال الله وقال الرسول، لكن ما ينفعش. سيبكوا من الكلام الفاضي، البنت زي الولد والحرية والوساخة وقلة الأدب والله العظيم ثلاثة هطج. هطج. ايه اللي احنا فيه ده؟ هو اللي بيحصل ده بتاعنا احنا؟ هو اللي بيحصل واللي سمعناه ده كله بتاعنا احنا؟ احنا في مصر. احنا في مصر صح؟ ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني. المحافظات كلها بقت خرا.
محدش يطلع يعمل لك ايه ومش كيه. لا، المحافظات كلها بقت خرا. خدوها من قلب انا بقول لكم المحافظات كلها خرا، والبنت بتعمل اللي هي عايزاه، والبنت بتكسر شنبات يوقف عليها الصقر. محدش يطلع يتنطط لي ويقول لي احنا واحنا. لا لا، طول ما في بنات بتدافع عن قلة الأدب، وحريم طالعة تقول المساواة وحقوق المرأة وحقوق الزفت، والبنت ما احترمتش الكبير والبنت ما خافتش من الكبير، هيحصل أوسخ من كده. البنت مضطهدة، المرأة مش عارفة ايه، دول عايزين بازوكا تتفجر فيهم، وأولهم أم الست اللي بنتها ماتت دي. هقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلبك محروق، مش هذا عليك أكتر من أقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. انت رايحة بيت أهل خطيب بنتك، مش رايحة بيت بنتك. ما لو متجوز هقول لك رايحة بيت بنتك، لكن خطيب بنتك يعني بنتك في حجرك، مش هقول لك في الكرسي اللي جنب بنتك، في حجرك نامت تلزجي جنبيها في السرير، مع انه غلط. من امتى الواحدة بتنام في بيت اهل خطيبها؟ من امتى؟ سيبكم من الكلام اللي بتسمعوه، سيبكم. من امتى من امتى ده اللي بيحصل ده؟ طب يا ما تزعلوش مني، عايزين نعمل الغلط وما نستناش النتيجة. عايزين نعمل الغلط وقلة الأدب وما نستناش النتيجة. عايزين نعدي على النار وما نتحركش. أنا ما شفتش كده. حرصوا على بناتكم لله، حرصوا على بناتكم. تعرفوا زمان لما كنا الواحدة بتتخطب ولا تعرفوا، كان الأهل هم اللي يروحوا، البنت العروسة ما تروحش. العروسة ما تخشش بيت جوزها إلا في الجواز. يا حلوين، يا جمال، يا بتوع البنت زي الولد. كانت الست وكانت غالية، البنت كانت تبقى غالية، كان يتمنى يشوفها، كان يدفع دم قلبه عشان يقعد معاها 5 دقايق. مش النهاردة لا مؤاخذة كله خلطبيطة وطبيخ. الله يلعن أبو الحرية، والله يلعن أبو اللي بينادم بيها. خدت بنتك عند خطيبها يا أختي وفطرته، فكتي بعد ايه؟ كل ما يقولوا لك بنتك نايمة تسكتي؟ ده بقول لك حطها في حجرك. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا قلبي مولع اكتر منك، لكن اللي حصل اكبر مصيبة واكبر غلط من الام ومن الاب.